النهاردة هاخدكم في جولة عندي وانا بعمل الغدا. هعمل كبدة بس عشان عندي رز، فهعمل كبدة بس وانا عندي الكبدة شرايح، فانا هقطعها عشان مش عايزة اعملها شرايح، هعملها كبدة اسكندراني. تعالوا بقى اتفرجوا معايا على الوصفة الجديدة، هي مش وصفة ولا حاجة، انا سرقاها من على النت. بس قبل ما نعمل الكبدة استنوني نصلي المغرب الاول وبعد كده ندخل المطبخ، لان اللي بيدخل المطبخ ما بيخرجش غير على الفجر، معروفة. يلا بينا نبدأ. وبعيدا عن العمود النور اللي نازل على وشي ده، مفكرني بتعامد الشمس على رمسيس، خلينا نخلص الاول. هجيب نعمل الكبدة، بس هجيب حاجة اقطع الكبدة الاول. اقطع الكبدة بعيدا تاني عن اضاءة المطبخ. الكبدة اهي، نبدأ بقى نحط الخلطة بتاعتنا. بس انا بغسل الكبده. انا خايفه اقول لكم الكلمه دي والله، عشان عارفه اللي هيطلع يقول لي لا ما بتتغسلش. خايفه اقول لكم الكلمه دي، بس انا بغسلها. خلاص الكبده صح جاهزه اهي. يلا بقى نعمل خلطه. ثانيه واحده، نجيب كده الاول طبق. انا بقى بعمل الكبده بطريقه شويه مختلفه، بعملها بزيت الزيتون ده. ماشي، زيت الزيتون ده هو بتاع الطهي يعني، فانا بحط شويه زيت زيتون كده، شويه حلوين يعني. ماشي، وبعدين ايه بقى، نونه، حط التوم. الكبده ما تتعملش من غير توم، معروفه. مش عايزه تفتح الستاند عمال يعمل كده. عايزين بس ناخد ايه، حبه توم. بيقولوا مش صحي التوم لما بيتفرز كده مش صحي، بس احنا مش كل حاجه في حياتنا تبقى صحيه، ما احنا حاطين زيت زيتون ده، احنا هننهب؟ انا مش فاهمه يعني. يلا يا حبيبي يلا، الغي الوصفه باظت خلاص الوصفه. اي بقى توابل، بصوا انا بحط فلفل اسود. هي اصلا ممكن ما يكونش بتحط لها فلفل اسود، بس انا بحط، مش احنا عندنا فلفل اسود نحط عادي. ماشي، هحط برده كمون وهحط كزبره، بس بقى مش كتير يعني، هو بس ملح، توم، زيت زيتون، فلفل اسود وكمون وبس، كزبره. احط الملح، معلقه ملح صغنونه. نقلب بقى كل ده، ميكس بقى كل ده مع بعضه. مش بيعملوا كده بتوع الطبخ. النور اللي متعامد على وشي ده تمام زي الفل. نشغل بقى البوتاجاز. احنا بقى لما نميكس بقى كل ده مع بعضه، خل مش خل، لما اقول في حاجه ناقصه. خل، حطينا خل. ليمون، حطيت ليمون، حطيت نص بس عشان انا مش بحب الليمون كتير في الاكل يعني، بحبه يبقى بره الاكل مش في الطبخه نفسها. خلاص، ميكس كل ده مع بعضه. هنحط نص الخلطه دي بقى على القمر ده، نصها كده ايوه بس كده. الميكس بقى الخلطه دي اهو كده مع بعضها، مش هنقعدها فيها ولا حاجه، بس تديها طعم كده عشان لما تنزل تش على النار يبقى فيها كده لسه الطعم بتاعها والتوابل. هنحط بقى الزيت برضه، هحط زيت زيتون. ده قلت لكم زيت طهي، اصلا هو زيتون بس طهي، عشان في ناس بتقول غلط ان هو يتحط على البوتاجاز، بس لا مش ده اللي غلط يتحط على البوتاجاز، اعتقد مش ده اللي غلط، مكتوب عليه طهي يعني نعمل بيه اكل عادي. مالكم تكبروا المواضيع دي؟ انا واثقه ان خوارزميات الفيسبوك والانستجرام والحاجات دي كلها هتقتلني. عارفه هم مش عارفين انت بتعملي ايه، انت بتعملي محتوى ديني ولا انت بتعملي طبخ ولا انت بتعملي فلوجات ولا انت قصتك ايه ولا انت ولا ميكس. هنميكس كل ده مع بعضه. انا ميكس كل حاجه، تخشوا عندي تلاقوا كل حاجه، ما بحرمش حد من حاجه ابدا. هننزل بقى الخلطه الاول في الزيت قبل ما ننزل الكبده. ننزل الخلطه في الزيت. فكر اقول شويه الحاجه الحلوه دي. تعالوا لي بقى كده شوفوا لي بقى الكلام القمر ده. ثانيه واحده. هين عليا اشيل الكبده من على البوتاجاز وامسح وبعد كده ارجع احط الكبده تاني. بجد ايه المنظر ده، ايه المنظر ده؟ تعالوا شموا ريحه الكبده معايا.
بجد خطيره يا جماعه، ريحتها تحفه تحفه. انا متاكده ان العماره هينزلوا ياكلوا معانا النهارده، ثقه ثقه. نقلبها بقى. عايزه انزل اجيب سليم من الدرس. نروح نجهز نفسنا عشان ننزل نجيب ابننا من الدرس عشان ما ننساهوش هناك من ريحه الكبده الحلوه دي. نقفل اول مروحه، نجيب عبايتنا، نجيب شنطتنا برضو عشان اكيد هيوديني السوبر ماركت. طبعا احنا لازم كل ما نخلص الدرس في مكافأة. اذا كنا شاطرين بنروح نجيب حاجة حلوة، اذا كنا مش شاطرين بنجيب حاجة حلوة برضو عشان ما بحبش الزن. بس شوفوا لي الكبدة بالخلطة القمر. بصوا الخلطة، بصوا باينة فيها ازاي، والله تحفة 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 تحفة. لازم تجربوها زي ما قلت لكم بالظبط، بزيت الزيتون، خطيرة. لبست النضارة طبعا علشان ايه، انا رايحة اجيبه بالتوقيت الشتوي فاكيد الليل ليل فمش هشوف. شكرا. بيضحكني قوي بقى الناس اللي تقولك ايه، لازم تحترم الناس اللي لابسين نضارات، دول دافعين فلوس عشان يشوفوك. فعلا انا دافعه فعلا فلوس عشان اشوف. النضاره دي باين كانت ب 700 او 800 حاجه كده، فاللي هو ده غير الكشف، هي النضاره بس. ففعلا احنا دافعين فلوس كتير عشان نشوفكم. المفروض فعلا تعاملونا معامله احسن من كده بكتير. شكرا. اهلا يا صرصور، صرصور الحقل. الضلمه دي. اسد ما يخافش. نجيب حاجه حلوه. طب ما انت معاك اهو. انا عايز حاجه حلوه. معاك اهو. مش رايك تجيب لي حاجه حلوه ليه؟ مش رايك تجيب لي حاجه حلوه ليه؟ عشان تبقى حاجه حلوه اهو. يلا ها هنجيب حاجه حلوه. بصوا شايفين، هو ده اللي انا بقول فيه، هو ده اللي انا بقول فيه. يلا هنجيب حاجه حلوه. يلا بس مش كتير. هنجيب ايه؟ لازم 1 بس. 1 كده 1. اه 1 دي ولا 11؟ انا عارفاك. واو انا عارفه. لا رميها ايه يا حبيبي؟ يلا يا سليم يلا، انا غلطانه ان انا جبتك تتفرج. الله هرمي شنطتي.